احنا فعلا عملنا عيد ميلاد لماما، بس كان عيد ميلاد مش حقيقي. كان تمثيلية احنا اللي رتبنا لها وزينا الشقة. كل ده علشان حاجة واحدة بس، عايزين ماما تتكلم عن بابا عشان يظهر. يمكن نعرف الشبح اللي بقى يظهر لنا في كل مناسبة ده مين. هو بابا بجد ولا حد شبهه ولا حاجة تانية خالص؟ في اللحظة دي ماما كانت قاعدة قدام التورتة وقالت بصوتها وهي بتتنهد: بابا في عيد ميلادي تملي كين. وأول ما جملة بابا طلعت من بقها حصلت الحاجة اللي احنا كنا مستنيينها وخايفين منها في نفس الوقت. ظهر ظهر قدامنا من غير ما نسمع باب ولا خطوات ولا حتى نفس. وقف وبصلنا بغضب وقال لنا بصوت عالي: النهاردة مش عيد ميلاد ماما، ليه عاملين لها عيد ميلاد؟ ودخل الأوضة بسرعة. ماما وأحمد جريوا وراه، ورا الشبح اللي ملامحه زي بابا بالحرف. بس كالعادة الأوضة كانت فاضية ولا أي علامة إن حد دخلها. ماما خرجت وهي مش بس زعلانة، كانت بتبصلنا بخوف وقالت بصوت واطي: احنا هنستنى أول مناسبة بجد، يمكن وقتها نعرف ده مين. عدى شهرين، وشهرين كانوا أطول من السنتين اللي فاتوا. محدش في البيت كان بينام نوم طبيعي، كلنا قلقانين لحد ما جه يوم عيد ميلاد أحمد. اليوم ده ماما كانت مختلفة، كانت مركزة قوي، زي اللي مستعدة ومؤمنة إن الشخص اللي شبه بابا هيظهر. ولما بدأنا نغني ماما وقفت وقالت لنا: في عيد ميلادك يا أحمد أبوك كان بيجي يقولك كل سنة وانت طيب يا حمادة. وفجأة اتقطعت الجملة، مش لأننا سكتنا، لكن عشان كلنا سمعنا صوت رجلين جاي من طرقة طويلة، جاي من ناحية أوضة النوم. أحمد بصلي وأنا بصيت لماما، وماما عينيها بان عليها القلق، كأنها كانت مستنية اللحظة دي. ظهر تاني، واقف واقف ساكت، نفس تفاصيل بابا، نفس الطول، نفس اللبس، نفس الوقفة. بص لأحمد وقال له بصوت واضح: كل سنة وانت طيب يا حمادة. أحمد سكت، حتى النفس نسي ياخده. ولما الشبح لف عشان يرجع الأوضة أحمد مسك إيده وقال له بصوت مهزوز: استنى، لازم نعرف انت مين. الشبح أو الراجل ده وقف مكانه متحركش، زي تمثيل، ولا رمش ولا نفس ولا أي حياة. أحمد حاول يشده، متحركش ولا خطوة. ماما قربت ومدت ايديها تلمسه، وبمجرد صوابعها ما لمست جلده صرخت صرخة من قلبها وقالت: ده مش بني آدم. أحمد قرب وخبط عليه. الصوت كان غريب، مش صوت جسم إنسان، صوت معدن. بص لماما وقال لها: ده روبوت. سكت ثانية وبعدين قال: فاكرة يا ماما لما بابا قال إنه هيعمل لك روبوت شبهه علشان يسليكي؟ ماما افتكرت وعينيها دمعت وقالت وهي مكتومة: بس ده كان هزار. أحمد مسك إيديها وخدها جري على أوضة النوم. فضلوا يقلبوا في دراج وصناديق لحد ما لقوا مفتاح صغير كان شكله قديم. ماما قعدت تفتكر المفتاح ده مفتاح ايه، لحد ما افتكرت انه مفتاح بدروم صغير هنا في اوضه النوم. فتحوا البدروم اللي بابا كان بيشتغل فيه زمان. الدنيا كانت ضلمه وريحة زيت وآلات قديمة. فتحوا النور لقوا أوراق على مكتبه، وتحت الأوراق لقوا رسالة. ايد ماما كانت بتترعش وهي بتفتحها، وقريتها بصوت مكسور. والرسالة كانت بتقول: لو انت بتقري الرسالة دي يا منى يبقى أنا مش موجود. عملتلك الروبوت ده نسخة مني عشان لما امشي ما تحسيش بالوحدة. كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي. أنا برمجته إنه يظهر أول مرة في عيد جوازنا، وخلي بالك منه.
ماما انهارت وأحمد حضنها، وإحنا واقفين تايهين بين الفرحة إن بابا كان بيفكر فيها والرعب من اللي حصل. عدى سنة والروبوت بقى جزء مننا، نتعامل معاه، نضحك، نسمع صوته. ما كناش بنعرف نفرق بينه وبين بابا غير من نظرة عينه. لحد ما جه عيد جواز ماما، كنا قاعدين على السفرة، الروبوت كان قاعد عادي، وابتسامة بابا اللي كانت بتحسسنا بالأمان مرسومة على وشه. ماما بصت للطرقة وقالت: كل سنة وانت طيب يا حبيبي، يا ريت تكون سمعنا. وفجأة نفس صوت الرجلين، نفس الخطوات، بس المرة دي ظهر بابا، بس كان شكله عجوز، واقف في الطرقة بنفس صوته وهو بيقول: كل سنة وانت طيبة يا منى. كلنا اتجمدنا مكاننا. اللي كان أغرب من كل ده هو الروبوت، عينيه ولعت شرار زي حد اتصدم أو اتخدع. وبكده تكون حكايتنا خلصت. استنوني في حكاية جديدة من حكايات هنوش.